هلو هلو يا اصحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين وفي احسن حال دايما يا رب. هنبدا مع بعض فيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهارده هنعمل فيه ماسك الجزر والنشا. ايوه، في زمان كانوا يقولوا لنا الجزر بيقوي النظر. طبعا ده كان كلام اجدادنا، جدتنا يعني وكده. بس اتضح ان هو مع الوقت والدراسات ولما بدأنا نتطور يعني وكده عرفنا ان الجزر فيه فوائد كتير جدا جدا جدا، سواء بنشربه كعصير او بندخله في سلطة مثلا او يعني بناكله حاجة داخلة جوه جسمنا، او سواء على بشرتنا من بره ان احنا نعمل بيه ماسك بقى، نعمل بيه تونر، ايا كان هو ايه. هنعمل النهاردة الماسك. بس خلونا نبدأ نقول شوية ملحوظات بسيطة عن الجزر لو في أغلبيتنا ما يعرفوش ايه هي فوائد الجزر. أول حاجة موجودة في الجزر وهي مادة البيتا كاروتين. المادة دي بتساعد على تجديد خلايا الجلد بتاع البشرة وبتقلل التصبغات اللي موجودة في البشرة بنسبة كبيرة. تاني حاجة وهو مضاد أكسدة قوي، ان هو عامل قوي قادر يحميكي من أشعة الشمس والتجاعيد المبكرة اللي ممكن تظهر لك. تالت حاجة بقى وهو فيتامين سي. الفيتامين سي مش موجود في البرتقال بس، موجود في حاجات كتير منها الجزر، وده قادر ان هو يساعدك في نضارة بشرتك بنسبة كبيرة. طبعا النشا بقى احنا عارفين ان النشا داخل في حاجات كتير قوي قوي من الماسكات، بيخلي الماسك كده يبقى تقيل كده قوامه كريمي. هو ده اللي بيمسك معايا الماسك النشا. ده غير ان هو بيفتح البشرة، بيهدي الالتهابات. يعني بصراحة النشا ليه برضو عامل قوي جدا جدا في الماسك ده النهاردة. تعالوا نشوف كده خطوات بسيطة ازاي نقدر نعمل الماسك ده في كام خطوة سهلة جدا. وده كان شكله بعد ما خلاص وصلنا للشكل النهائي. بصوا، هو المفروض ده يبقى قوامه. هنفرده على البشرة لمدة ربع ساعة وبعد كده هنغسل بشرتنا. وقبل ما نغسل بشرتنا المفروض ان احنا نعمل ايه؟ نرطب. برافو عليكم. بس خلي بالك لازم الماسك يبرد تماما، اوعي تحطيه سخن يهيج بشرتك يعمل لك التهابات واحمرار. احنا في غنى عن الكلام ده خالص. تمام. تاني حاجة عندي عايزة اقولها مهمة جدا، وهي ان الاستمرارية بتساوي نتيجة مرضية. يعني عايزه تلاقي نتيجه ملحوظه في بشرتك يبقى تستمري على الماسك ده. مش معنى ذلك ان هو هيفتح بشرتك وهيزيل التصبغات والحاجات دي كلها من اول مره. لا طبعا، لازم تجربيه كم مره كده، مثلا تستمري عليه شهر ولا حاجه علشان تلاقي نتيجه مرضيه لنفسك. المفروض لو في اي ميك اب في بشرتنا نبدا نشيله، ناقص له شويه عسل ويبقى زي الحاجات الاكله اللي بنعملها للبيبي وهو نونه. اه والله العظيم. هروح اخلصه على بشرتي وهجيلكوا بعد ربع ساعة. هنستنى ربع ساعة على بشرتنا وبعد كده نبدأ نشطف. اول ما الماسك يبدأ ينشف، طبعا هو لسه طري بس انا حبيت اوريهولكوا على بشرتي وانا فرداه كله. اول ما هيبدأ ينشف معايا او لمدة ربع ساعة وهبدأ اشطف بشرتي. خلاص كده قعدت بالماسك ربع ساعة وبعد كده غسلت بشرتي بس لسه مرطبتهوش. يلا نرطبها سوا. بس في تركية مهمة جدا جدا لازم تعرفوها النهاردة في الفيديو ده، وهي اننا هنجيب معلقة وهنعمل مساج للبشرة بدل ما نعمل بالجاد رول او بايدينا. تعالوا اوريكم ازاي. لازم بشرتنا الاول تكون عليها حاجة مرطباها، يعني تكون من شبه مندية. فانا هحط من السيرم بتاع درماتيك ده. ما تنسوش ان البلاك فرايداي بدأ يا جماعة. اللي عايز يطلب اي حاجة ويلحق في البلاك فرايداي يطلب. انا بعمل كده كل سنة. المعلقة دي بقى، بصوا، يا سلام بقى لو سقعة وجاية من التلاجة، يا حبذا بقى. بصوا، بترفعوا كده. انا عملت بيها الصبح طبعا، بس ايه، عايزة اوريكم في الروتين بتاع الصباحي، الروتين الصباحي بتاعي.
كده، والخطوة دي كده. خلي بالكم بتطرفوا عنيكم. كده بدأ السيرم يختفي. صدقوني والله بعد الخطوة دي هتحس ان بشرتك كده بدأت تتنفس وتتحرك، وتحس ان فيها كده حركة حلوة، وهي الدورة الدموية بدأت تتحفز فيها. تمام كده الفيديو بتاعي يكون خلص لحد النقطة دي. اتمنى اكون افدتكم ولو حتى بربع معلومة قد كده، وان شاء الله باذن الله نلتقي في فيديو جديد. وما تنسوش السبسكرايب والشير واللايك للقناة. مع السلامة.